اكيد مش عايز تبقى زي مارسيل كولر. ايه اللي حصل مع مارسيل كولر؟ 4 سنين مع الاهلي وعمال يعمل بطولات، واول ما بقاش عنده جديد قالوا له لا، بنستأذنك، مش هينفع تكمل معانا. هو ده اللي بيحصل في حال المحاسبين دلوقتي. كل الشركات اتحولت لشركات يعني همها الاساسي كله الربحيه. قسم الحسابات هو المفروض القسم اللي بيدي قرارات للاداره، انا بكسب لا بخسر، لا اتجاه الشركه ماشي ازاي، نتائج الاعمال ماشيه ازاي. فدلوقتي خلاص بقوا بيدوروا على المحاسب اللي هيعمل اد فاليو للشركه. فانت كمحاسب لو بتضيع من عمرك، وبالنسبه لك ان انت رايح شركه عشان اقضي اليوم يوم بيمشي اشرب حاجات، اقضي اليوم مشاريب، او علشان اروح اسجل شويه فواتير او شويه اذونات، اي محاسب فينا لو مش هيضيف كل يوم فاليو للشركه اللي هو شغال فيها، هيجي له وقت وهيقولوا له بعد اذنك مش عايزينك معانا. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض في مناقشه مهمه جدا جدا جدا، انت كمحاسب لازم تبقى عارفها. معاكم يوسف فخري، وده فيديو مهم جدا من تشانل واي اف اكاونتنج. اهلا بيكم تاني. الفيديو ده مهم جدا ويا ريت تركز فيه علشان تبقى محاسب مهم جدا في المكان اللي انت فيه. يا ريت تتحول من محاسب داتا انتري وانا الصبح رايح عشان اقضي يوم واهزر مع اصحابي في المكتب، وعلشان في شويه اذون متاخرين عليا محتاج اسجلهم، في شويه فواتير اعملها، لمحاسب كل يوم بيأد فاليو لنفسه وللشركه. ده يحصل ازاي؟ لا، ده بيحصل بشويه حاجات لازم تبقى انت عارفها. اول حاجه، تطويرك اليومي ما يعديش عليك يوم غير لما تكون فعلا في معلومه جديده اتضافت لك في الحته اللي انت ماسكها على الاقل. طب ايه الحاجه التانيه اللي لازم اطور نفسي فيها؟ ان انت مش بس تستسلم ان انت تكون اكونت ريسيفبل او اكونت بيبل، او ماسك جزئيه ضرائب، او ماسك اي حاجه في الشركه وشغال فيها وفهمتها وخلاص بقت مسيطر فيها ومخبي شويه داتا لنفسك علشان دايما تبقى الشركه محتاجه لك. الطريقه دي خلاص ادمت بان انت عارف كم معلومه وكله بيلتجئ لك فيها ومش عايزين يمشوك عشان انت اللي معاك الزتونه اطلاقا. هيعرفوا دلوقتي بطريقه معينه او بطريقه او باخرى ان هم يجيبوا منك الزيتونه ويقول لك مع السلامه. لكن امتى تبقى دايما متمسكين بيك؟ لما تبقى انت محاسب شاطر كل يوم بتتعلم حاجه جديده، كل يوم مش بس ماسك الحته بتاعتك دي وبتسيطر فيها، لا ده انت عارف السايكل المحاسبي في الشركه كلها ماشي ازاي. اكونت بيبل وقع وانت اكونت ريسيفبل بتقول انا اقدر، بتاع التاكس مش موجود، انت تقدر، اي قسم مش موجود انت تعرف تشتغل الشغلانه. ده المحاسب اللي هيبقى ليه تكمله في المهنه في الوقت الحاضر وفيما بعد، وخاصه بعد الاي اي. بقى خلاص حته ان انت محاسب عارف قيود يوميه خلاص بطلت. ليه؟ بسهوله جدا تدخل على النت تعرف معالجه اي قيود يوميه بسهوله. لكن الاهم انت فاهم السايكل كامله ازاي، فاهم الشغل بيتعامل ازاي، عندك كوميونيكيشن سكيلز انك تتعامل مع اللي حواليك ازاي، عندك طريقه سهله توصل فيها المعلومه. في واي اف اكاونتنج احنا بنقدم كورسات مختلفه جدا جدا جدا. كورسات تكاليف صناعيه، كورسات تكاليف مطاعم، كورسات محاسبه ماليه بطريقه مختلفه جدا جدا جدا، طريقه عمليه. مش بس بنعتمد ان انت عرفت شويه معالجات محاسبيه عن كل قسم من اقسام الحسابات، عن عملاء، عن موردين، عن اصول ثابته، عن اي معالجات محاسبيه من اي قسم. لا خالص، احنا بنخليك تشتغل ده بايدك وازاي تهندل الحته بتاعتك. تابعنا على واي اف اكاونتنج، اشترك في القناه، تابعنا في كل جديد بنقوله. فعلا بجد انت هتستفيد واحنا هنحس بالفرحه جدا ان احنا بنفيد غيرنا. شكرا جدا على متابعتك للفيديو. اشترك في القناه، شير الفيديو لاكتر من حد. احنا لسه المحتوى تحت الانشاء، احنا بقالنا شهر منزلين حوالي 5 6 فيديوهات. البلان بتاعتنا ان احنا ننزل في الشهر ما يقلش عن 10 فيديوهات. بس كل ده هيجي ازاي؟ لما نلاقيكم بتشجعونا ونلاقيكم ان انتوا بتشتركوا في القناه، ساعتها هيبقى عندنا الحماس والحافز اللي نقول عشانه ده في عدد كبير عمال يتابعنا. فبسبب العدد دوت اللي هو هيكون في رقبتنا ومسؤوليه امام ربنا ان احنا نوصل له رساله كويسه، فساعتها فعلا هنبذل اقصى جهد ان احنا ننزل كل شهر اقل حاجه 10 محاضرات مهمين جدا، محاضرات بطريقه عمليه
تفيدك فعلا وتخليك فعلا محاسب فعلا مفيد لنفسك وللشركه اللي انت فيها. سلام، واقابلكم في الفيديو اللي جاي.